ارتدادات هزة باريس شهر نوفمبر الماضي لا يزال وقعها يمتد في دواليب السياسة الفرنسية صاحبة أعرق الأعراف السياسية وأقدم النظم القانونية. صخب تشهده باريس في إعلامها ونخبها حالة الطوارئ وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية ممن ثبت تورطهم في أعمال إرهابية، وتتيح القوانين الفرنسية إسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ أقل من 15 عاما حال الإدانة بالإرهاب، بينما يهدف مشروع التعديل إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل كل الفرنسيين المدانين في قضايا الإرهاب وليس مزدوجي الجنسية فقط، وفق ما ذهب إليه رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالز يوم أمس عند تقديمه للمشروع أمام نواب البرلمان. تحرك فرانسوا أولاند ومن معه في هذا الاتجاه يرى فيه معارضوه أنه يمد يده لأسس الجمهورية الفرنسية ومبادئها، وأنه سيفضي إلى مشاكل أعمق لا محالة أولها لا آخرها الاصطدام بجدار الحريات العامة، وقد بدأ يقترب منه لما دفعت الإجراءات وزيرة العدل الفرنسية إلى الاستقالة الشهر الماضي مبدية معارضتها للمشروع ومتسائلة عن جدوى سن قوانين جديدة ما دام سحب الجنسية منصوص عليه بدقة في القانون المدني الفرنسي بالنسبة للأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة. بل وضعت الوزيرة قلمها على الجرح في كتابها الأخير متسائلة عن كيفية التعامل مع مسلوب الجنسية وعن أي أرض تأويهم. كما فتح مشروع القانون جملة من التساؤلات التي تخبطت فيها فرنسا ولا تزال بخصوص صداع مسألة الإسلام السياسي وفشلها لسنوات في سياسة الإدماج، وأخيرا بسحب الجنسية من الكل دون استثناء، مما يجعل نيران الخطوة تمتد إلى الدول الأصلية لمنزوع الجنسية وفتح الباب أمام مجهول العواقب عن وضعهم بعد إرجاعهم إلى أوطانهم الأصلية وتابعاته القانونية والحقوقية. مشروع قانون أولاند يبدو لدستوريين وقانونيين أنه حشر فرنسا في زاوية النقد حتى من الخارج، منبهين بإعادة النظر في المبادئ التي تكون الهوية الوطنية الفرنسية، وأن لا يزج بفرنسا ولو نظريا بجرة أقلام في معارك الحرية والمساواة والإخاء التي قطعتها قبل قرنين ونيف.